بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. جيت اليوم نعاود نشارك معكم الوصفة الأكثر طلبا في قناتي، يعني كان عليها طلب كبير بعد ما حطيت لكم الفيديو من القناة الأولى، وكان راح الفيديو يعني اليوتيوب كان دار له مخالفة محتوى مكرر. يعني طلبتوها مني بزاف بزاف، على خاطر هذه الوصفة ما همش دايرينها بزاف في اليوتيوب، ولا تقريبا ما همش دايرينها كامل. وصفة أكثر طلبا لأصحاب المشاريع، سيختو في المقاهي، تمشي بزاف سواء في رمضان ولا في الأيام العادية. يعني مشروع دائم ماشي غير في شهر رمضان الكريم برك، اللي هي تختلات الكاوكاو، يعني وصفة من أروع ما يكون، يعني معشوقة الجماهير في المقاهي. هاد الوصفة إلا شفتكم طلعتوا لي الفيديو جام وبارطاج وكومنتار، راح نزيد نحط لكم وصفات أخرى لأصحاب المشاريع بإذن الله. فقط عليكم تدعموني وتدعموا القناة باش تلحق كما كانت القناة الأولى بإذن الله، وأنا عليا نحط لكم الوصفات. نروحوا مباشرة لطريقة التحضير، وما تنسوش راح نعطيكم سعر البيع في آخر الفيديو. هنا راح نعطيكم المقادير المضبوطة اللي تخرج لكم 22 حبة حتى 23 حبة. عندي 125 مرقارين، فنجال تاع الزيت اللي هو 100 مليلتر، ملعقتين سكر ناعم، رشة ملح وفانيلا وحبة تاع البيض. هنا في الوصفة اللي فاتت كنت درت لكم في بلاصة الحبة تاع البيض فنجال تاع الماء اللي هي 100 مليلتر. نفس الفنجال تاع الزيت هنا راح تعطيكم نفس النتيجة. انتوما الخيار ليكم يا اما ديروا فنجال تاع الماء ولا ديروا حبة تاع البيض. بالنسبة للمكونات خلطتهم بالباتور، من بعد نجمع بالفارينة. دات لي 3 كيسان، هنا كيلت لكم الفارينة 125 غرام، دات لي 3 كيسان فارينة. بالنسبة للفرق بين حبة البيض والفنجال تاع الماء، هنا كي تخدموا بيع مباشر، يعني للزبونة كي تجي تكوموندي عليكم مباشرة، يعني ما حاولوا ما ديروش الوصفة اقتصادية، ديروا هكا حاجات فالور. أما كي تخدموا طلبيات للمقاهي يعني بيع غير مباشر، يعني نتوما تخدموا تروحوا تبيعوا للمقهى، أصحاب المقاهي عادة حقارين في السومة، يعني توجور يسيي يعطيكم أقل سعر وما يهموش شحال راكي مخسرة على هذيك الوصفة، يهمه هو واش يربح. أما لنتوما توجور لازم تعرفوا كيفاش تلعبوا بالمقادير، هذه هي باش يكون عندكم بيع يومي، يعني نتوما ليسانسيال تخدموا بشكل يومي، كي تكون الخدمة يوميا راح يكون عندكم مدخول مليح. الوغ نروحو هنا للكريمة، درت هنا نص ريتل حليب، زدت لها نص كاس سكر، نص كاس نشا، ودرت لها لافاني، راح نحركها بارد في بارد ونديها على النار حتى تعقد لي بهذا الشكل. هنا الا درتو بيع مباشر، هنا ضفت لها مغرف مرقارين، كيما قلت لكم بيع مباشر راح نضيفو 2 صفار بيض للكريمة تاعكم. أما إلا درتو للمقهى ديروها بهذه الطريقة، يعني ما تضيفولهاش البيض، ديروها مباشرة. أولا على جال السعر قلت لكم راح يحقروكم، ثانيا ايفيتو البيض في الكريمة باش تبقى مدة طويلة، يعني كما تعرفوا المقهى ماشي كيما حاجة للدار، يعني تخافوا تفسد الكريمة، ولا من الأحسن ما نديروش البيض. درت لها هنا عطر الموز، وهذا هو السر اللي يميزها على لي طاغتولات تاع الدار، يعني هذا هو السر اللي يميز الذوق تاع الكريمة، يعطيها ذوق ولا أروع. كي تذوقوها تفيقوا باللي تاع برا، يعني ماشي تاع دار، مي الذوق تاعها يجي بزاف بنين. فرغت الكريمة تاعي، درتها في ان بول وغطيتها بكيس بلاستيكي لامس السطح، ونخليها تبرد بحرارة الغرفة، ومن بعد نديرها في فريجيدار. نروحو نوجدو لي طاغتولات تاوعنا، لي فون دو طاغت. جبت هنا لي مول، عندي هاد بزاف انواع، كاين هادو اللي نخدمو بهم لي كيش ولا لي طاغتولات، وكاين هادو الكبار، هادو هما اللي يخدموا بهم عادة في المقاهي، مي يجوا بزاف كبار. أنا صراحة كنت نخدم كي كنت نخدمهم كنت نخدم بهذوك الكبار، ومن بعد خممت باللي يجوكم بزاف كبار، من الأحسن ديروا الآخرين هادو. القطر تاعهم حوالي، والله ما شفيت 7 ونص، ولا ليسانسيال راح نعاود نقيسهم ونخلي لكم من القطر تاعهم في صندوق الوصف. تجي الحبة معبرة وما تجيش كبيرة بزاف. هنا ندي شوية من العجينة، نفتحها بين زوج أكياس بلاستيكية، ونفاصونيها بهذا الشكل، يعني الفيديو راهو واضح. فوالا، وبالنسبة لهذه الكمية تاع العجينة قلت لكم تخرج لكم هي 22، راح تضمنوا 22 حبة، مي هي راح تخرج لكم حتى ل 24 حبة. أنا توجور كي تخدموا نقصوا هكا، ديروا في بالكم حبة تتكسر حبة تتحرق. المهم راح تخرج لكم حوالي 23 حتى ل 24 حبة بهذا المول، هذه الكمية. وتوجور نقول لكم كي تخدموا دائما احسبوا كاع الوصفه شحال استقامت لكم، كاع شحال خسرتوا على كلش. مثلا خدمتي نتيا السكر يدير 10,000 الكيلو، انت خدمتي غير
برطل خدمتي غير ب500 غرام ما راحش تحسبي 10,000 تاع السكر، راح تحسبي 5,000. مثلا خدمتي كيلو تاع فرينة راح تحسبي السعر تاع كيلو، خدمتي برطل فرينة راح تحسبي السعر تاع رطل فرينة، يعني ما راحش تحسبي السعر تاع الكيلو كامل، على خاطر راه بقالك منه. بالنسبة لهذا الوصفة كامل راح تحسبوا كامل المقادير تاعكم شحال تقاموا لكم، بعدها راح تضربوا السعر تاعكم في 2 وتقسموه على عدد الحبات اللي تحصلتوا عليهم، وهذا النتيجة اللي تلقاوها هي السعر اللي راح تبيعوا به. راح في آخر الفيديو راح نقول لكم شحال استقامت لي وشحال السعر اللي لازم تبيعوا به. فوالا هنا ثاني كنت سيت لكم في هذا المول، صراحة يجي فاني بزاف شباب. من بعد هنا نديرلهم ثقوب بالفرشيطة، راح ندخلهم للثلاجة حوالي ساعة ولا، باش لا فورم تاعهم تبقى هي كي يطيبوا، يعني ما راحش يهبطوا لنا في الفور. هذه العجينة نضمن لكم باللي تجيكم ناجحة وما راحش تطيح لكم في الفور. ندخلهم يطيبوا على 160 درجة، يدوا لون ذهبي، يطيبوا مليح، يدوا غير شابة، يعني ما تحرقوهمش ما تخلوهمش بيوضة. أنا هنا شوفوا خرجت لي 20 حبة، وهذوك 3 حبات بالمول الكبير، يعني لو كان درت بالمول الصغير تخرج لي 24 حبة. درتهم يطيبوا، نروحوا لاكريم باتيسيير تاعنا. بعد ما بردت نخلطها شوية بالباتور بهذا الشكل، ومن بعد راح نضيف لها لا شونتيي، حوالي نص كاس تاع شونتيي، ونبقى نخلط فيها بالباتور حتى نتحصل على كريمة شغل كيما لا كريم ديبلومات. فوالا شوفوا القوام تاعها يتبدل واللون تاعها يتبدل والذوق تاعها ثاني يتبدل، راح تعطيها نكهة بزاف شابة. فوالا نبقى نخلط حتى نتحصل على الكريمة المطلوبة. هذا هو القوام تاع الكريمة اللي لازم تتحصلوا عليه. شوفوا تجي حاكمة روحها، وهذاك الذوق تاع عطر الموز راح يعطيها ذوق ولا أروع. وهذه هي لا تيكستور تاع الكريمة تاعنا. نعمرها في ان بوشادوي، نوجدها باش نعمر لي فون دو تارت تاعي بعد ما يكونوا بردوا مليح. وهذا هو الطياب تاعهم، شوفوا كيفاش طابوا ما طاحوليش في الطياب. فوالا وما خسرت لي حتى حبة، يعني كيما طيبتهم كيما بقاو لي هكاك. فوالا طيبتهم دوغي. هنا بالنسبة لهذه الكمية تاع الكريمة ما راحش تعمر لي كاع هاد الحبات. فوالا ندير لادوي هذيك سامبل ونبدا نعمر في لي طارتولات تاوعي بهذا الشكل. فوالا هنا بالنسبة هذايا انا راني نوريلكم باش تشوفوا شحال تعلوها فوق الكريمة، شحال لازم تكون عالية. هذه الكريمة تعمر لكم 12 حبة، يعني احنا درنا نص ريتلة، هذه الكمية لازم لكم ريتلة تاع الحليب، ضاعفوا المقادير باش تعمر لكم كاع الكمية تاع 24 حبة. ومن بعد هنا نجو للكاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته بالقشور نتاعو، نجي ندير كمية رحيته شغل كيما الكسكس، ما يكونش خشين وما يكونش رقيق. ومن بعد نفوتو في السيار نحولو هذاك الرطب، يبقى لنا غير هذاك الخشين، ماشي خشين بزاف، قلت لكم يكون كيما الكسكس رقيق. ندير بهذه الطريقة يعني، ونسيي نطلع لا كريم نتاعي كي ندير الكاوكاو باش نعطي هذاك الشكل بومبي من الفوق، يجي كيما البيراميد. وهذا هو الشارم تاعهم هاد لي طارتولات. وتاع برا ثاني يزيدوا يطلعوهم اكثر من هكا، انا ما بغيتش نزيد اكثر من هذا الحد، يعني تجي بزاف الكريمه هكاك. فوالا نعمرهم كامل بهذه الطريقه، يعني ما راحش تدي لكم كميه تاع كاوكاو بزاف. حوالي 10,000 كاوكاو راح تخرج لكم 24 حبه. فوالا ومن بعد نجيب هنا الناباج ولا اللي هي لا جولي، نسخنها فوق النار، نضيف لها شويه نتاع الماء، يعني نضيف لها حتى تولي لي بهذا القوام، يعني ماشي بزاف، نحط شويه نتاع لا جولي في الوسط باش نبدا نهبط على الاطراف، نبدا نحط في البانسو ونهبط، باسكو لو كان ما ديروش في الوسط قبل وتهبطوا راح تجر لكم كاع هذاك الكاوكاو، ما راحش تهبط لا جولي مليح. بصح كي ديروا في الوسط شغل تهبط لكم فاسيلمون بلا ما تنحي لكم الكميه تاع الكاوكاو. بالنسبة لهاد لي طاغتولات كانوا المقادير كامل استقاموا لي 150 ألف. 150 ألف يعني أنا درت لكم الحساب تاع 24 حبة، يعني ضاعفت المقادير، يعني الكمية تاع 40 حبة راح تجيكم 150 ألف. نتوما راح تبيعوه سعر البيع تاعها راح يكون 7,500 للحبة، يعني راح تربحوا الضعف.
150,000 راح تربحوا 150,000 وحدة أخرى. والسعر راه يختلف من منطقة لمنطقة. شوفوا نتوما كل بلاصة والسعر راح يتماشى على حساب المنتجات اللي راكم تشروهم، يعني كل بلاصة والأسعار راهي تختلف من بلاصة لبلاصة. أنا عطيت لكم أنا وشحال مستقامت لي وأنا وشحال نخدمهم، وانتوما ديروا نتوما واش يساعدكم. هنا راني نقسم لكم في حبة باش تشوفوها، يعني هنا ما خليتهاش بردت، ثمثم صورتها وقسمتها لكم مباشرة باش نكمل التصوير. كانت هذه لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ما تنساوش جيم وبارطاج